بنبدأ مع مجموعة مسافرين وهم قريبين من المحيط، وفي بنت واقفة في آخر المركب وبتبص في المياه، وأبوها جونج بيظهر فجأة وبيهزر معاها. والنهاردة بيكون عيد ميلاد البنت، وأبوها جاب لها جهاز إرسال لاسلكي كهدية لعيد ميلادها. والناس اللي في المركب كانوا مبسوطين وهم بيتفرجوا على الدلافين وهم بينطوا في المياه، وما كانوش عارفين إن الدلافين والأسماك بيهربوا من وحوش عملاقة تحتيهم في المياه، والوحش ده بيخبط المركب وكله بيقع على الأرض. والمركب كمان بتبدأ تتقلب بمعظمهم بيقع في المياه. وجونج بيحاول بكل قوته إنه ينقذ بنته، وقدر بالفعل إنه ينقذها، لكن بيشوف ظل مخيف وعملاق تحت الناس، والوحش بيخبط السفينة مرة ثانية وهما الاتنين بيقعوا في المياه. وبعدها بشوية جونج بيفوق وبيلاقي نفسه واقع على الشط، وزمايله اللي كانوا حواليه موجودين في الشاطئ ومعظمهم مصاب. لكن المشكلة إنه بنته مش بتكون موجودة، وبيفضل يدور عليها. وفجأة صوتها بيطلع على جهاز اللاسلكي، وده معناه إنها قريبة منه. والناس اللي نجوا بيشوفوا أصدقائهم على الناحية الثانية من الشط، وبيفضلوا ينادوا على بعض. وجونج بيشوف بنته وسطيهم، وقبل ما يروح ناحيتها في شخص بيوقفه وبيقول له ما تروحش وده، لأن الناس اللي على الناحية التانية ما كانوش شايفين إن في وحش وراهم، وده كان تعبان ضخم جدا وهيهاجمهم كلهم. وفعلا بيبدأ الهجوم عليهم، كلهم بيطيروا في الجو. جونج بيتقدم وبيحاول ينقذ بنته، وبيحاول كمان يحمي نفسه عشان التعبان ما ياكلوش. والتعبان كان عمال ياكل الناس بطريقه وحشيه، والجثث كانت بتترمي في الهواء جنب جونج. بس نفس الراجل بيوقفه مرة ثانية، وساعتها بنته بتبص له بصه أخيره قبل ما تتاكل من الوحش. وجونج بيقع على الأرض وبينهار تماما. والتعبان بعد ما آكل وجبه الفطار بيخش مرة ثانية للغابة، والناس بتتجمع وبيحاولوا يهدوا نفسهم من الخسائر اللي حصلت فيهم. وجونج بيكون متضايق وتعبان، لكن بيتفاجئ من الإشارة اللي طالعه في اللاسلكي، وبيعرف إن بنته لسه عايشة، وبيقرر إنه هينقذها مهما كلفه الأمر. وفي شوية من الناس بيقرروا ينضموا لجونج، وفي راجل اسمه ماو بينضم ليهم وكان معاه فاس، وبيتطوع إنه يكون قائد المجموعة. والمجموعة اللي قررت تخش الغابة بتتحرك، وفي ناس بتستنى مكانها. بس اللي بيحصل إن الناس اللي فضلت دي في وحشه تاني بيسحبهم واحد ورا التاني. هو بيدركوا إن في وحش بمجسات عملاق وبيسحبهم، والناس كلها بتهرب من الخوف. لكن في شخص واحد بيفضل ثابت مكانه من الصدمة وبيتسحب هو كمان. والتعبان بيرجع للبيت بتاعه، وبيرجع كل الناس اللي أكلهم، وبعدها بيرجع تاني للغابة عشان يكمل اصطياده في البشر. وبنشوف إن في بعض الناس قدروا إنهم يفضلوا عايشين بالرغم إنهم اتبلعوا، ومنهم قبطان السفينة اللي بيفوق وبيكتشف إن هو مستحيل يهرب من الفتحة اللي هو موجود فيها لأنها بتكون عالية جدا. وبيلاحظ القبطان إن في ناس تانية عايشة وبيبدأ يساعدهم. وبنت جونج هي كمان بتكون عايشة، وواحد من الناس اكتشف حاجة غريبة، ولما بيقربوا بيلاقوا بيضة عملاقة. وقبل ما يلمسوا البيضة بنت جونج بتوقفه وبتقول له بلاش يعمل كده، أحسن البيضة تفقس وتطلع تعبان ثاني. وبيكونوا مصدومين ومش عارفين يتصرفوا إزاي. وفي راجل أعمال بيهاجم البيضة، ودي كانت محاولة غبية منه، لأنه كان مفكر إنه كده هيؤذي الثعبان اللي جوه البيضاء. لكن بيوقف لما حس إن فيه اهتزاز طالع من البيضة، والبيضة بتفقس والتعبان بيبدأ يطلع منها. وكل الناس بتخاف وبتبدأ تستخبى وراء الصخور. والتعبان بيشوفهم وبيقرب منهم بالراحة، وقبل ما يهجم عليهم بيلاحظ إن في ست مغمي عليها، فبيقرر يغير اتجاهه ويروح لها. والست لما بتشوفه بتصرخ وبتطلب المساعدة، بس محدش كان عنده الشجاعة إنه يساعده. الست الغلبانة دي وبتكون أول وجبة للثعبان ومجموعه جونج. بيمشوا ورا آثار الثعبان، بس مش بيلاقوا غير شخص ميت، والأشجار بتكون متدمرة. وبيقعدوا يدوروا لساعات طويلة وبيفقدوا أثر التعبان، وما بقوش عارفين مكان التعبان. فبيقرروا يقفوا في المكان ده ويفكروه في خطه جديده. وماو بيكتشف سائل أسود نازل من الشجر، وفي راجل عجوز بيولع سيجاره وبيرمي الكبريت على الأرض، وكل حاجة بتولع لأن السائل الأسود كان ماده قبله للاشتعال. وماو بيقدر يطفي النار، بس الدخان بيأثر عليهم، مش بيكونوا قادرين يتنفسوا. وفي حاجة غريبة بتحصل في المكان، وجانونج بيحس بصداع وبيشوف أصدقائه حواليه بيبتسموا بطريقه خبيثه. وكمان الثعبان العملاق بيقرب وبيحوم حوالين المكان، وبيشوف كمان بنته بتكلمه وبتلومه على عدم إنقاذه ليها. والتعبان بيظهر في المكان وبيلف جسمه حوالين رقبة جونج، وبيفضل يضغط عليه لحد ما بيقطع النفس. وكان بيحاول يحرر نفسه لحد ما فجأة في مياه بتيجي على وشه، وبنكتشف إن جونج أساساً بيهلوس
بسبب الدخان اللي طلع من السائل الأسود وأغصان الشجر. كانت لفه حوالين رقبة زمايله وبيسحبهم من رقبتهم، وده بيكون نبات عملاق وشرير. وجونج كان بيحاول يحررهم كلهم ما عدا واحد. فشلوا إنهم ينقذوه، والغصن سحبه واخترق جسمه، وبيسيبوه وبيهربوا. وبنرجع لبيت التعبان مرة ثانية، والناس اللي هناك قدروا يقتلوا التعبان الصغير. لكن بعد ما قتل الست ولسه مجموعه جونج بيدوروا على التعبان العملاق، وماو بيعمل عصاية قوي ليه اللي ممكن تكون مفيده وهم بيحاربوا التعبان. وفي نفس الوقت فنج بيروح على الجزيرة عشان يشرب مياه، لكن بيلاحظ إن في كمية كبيرة قوي من الدخان. بعدها في كائن غريب بيعدي من جنبه بسرعة. بيلاحظ إن الكائن ده سمكه، وعندها أسنان غريبة جدا وفجاه السمكه دي بتحاول تهاجمه، وكانت عايزه تاخد قطمة من وشه. بس فنج بيمسكها وبيرميها بعيد لحد ما بيسمع صوت عالي جاي من الدخان، وبلاقي أسماك كتير ومن نفس النوع جاية عليه زي المطر. وفنج بيجري بسرعة لأصحابه بيحاول يفلت بجلده، بس السمك بيفضل طاير وراه. وكل الناس بتجري، وماو بيحاول يقتلهم بالفاس بتاعه، لكن مش بيكون بفايده لأن عددهم بيكون كبير جدا. والسبيل الوحيد للنجاة إنهم يستخبوا ورا أي شجرة. وماو كان بيأمن أصحابه عشان يهربوا، وفي الوقت اللي بيضربهم بالفاس في سمكه عضته في إيده، وبيضطر يستخبى ورا أي شجرة زي باقي الفريق. وبعد فترة بيلاحظوا إن الأسماك بتطير مع اتجاه الدخان، فكلهم بيطلعوا يجروا عشان يهربوا من الدخان، والأسماك بتطاردهم بأقصى سرعة. ولما بيقربوا نهاية الدخان بينطوا بسرعة عشان يهربوا من هجوم الأسماك. والأسماك أول ما بتطلع من الدخان بيموتوا في الحال. لكن الخطر بيكون لسه هيبتدي، لأن ماو بيلاقي آثار أقدام وحش كبير جدا. مش بيكون في أي حاجة حواليهم، لكن في مادة لازجو بتنزل على كتف فنج. وأول ما بيبص فوق بيلاقي كائن ضخم فوقيه، والناس كانت مرعوبة جدا من حجمه. وفي واحد كان عايز يرمي حجر عليه، بس في مجسات ضخمة بتسحب الكائن ده لجوه الغابة. وبنكتشف إن الوحش ده ضفدع ضخم وشكلها متعصبه جدا، وبيجروا بأقصى سرعتهم. لكن الضفدعة بتمسك الراجل العجوز بلسانها وبتسحبه، وبيمسك في الشجرة، وأصحابه بيجوا علشان يساعدوه. لكن لسان الضفدعة بيكون أقوى ومش عايزه تسيب الراجل. وواحد منهم بيحاول يقطع لسانها، لكن بيطلع منه رذاذ وبيحرق وشه. وماو بيظهر وبيرمي عصاية حاده على الضفدعة، وبتيجي في عينيها وبتسيب الراجل العجوز بسبب الألم الشديد اللي بتحس بيه. وده بيسمح للفريق بتاعنا بالهروب، والضفدعة بتنط في الجو لمسافة كبيرة جدا. وقبل ما تقرب للفريق بتاعنا التعبان بيظهر فجاه وبيبلع الضفدعة مرة واحدة. والناس كانت مستغربة جدا وقلقانوا من اللي شايفاه، وبيفضلوا هربانين من التعبان. والتعبان بيفضل يدمر أي حاجة في طريقه علشان يحصلهم، وبيمشي ورا الراجل العجوز والراجل التاني لأنهم بيكونوا مصابين. والتعبان مش بيقدر يوصل لهم لأن كان في شجر سادد السكة، وفنج بيحاول يساعدهم وبيرمي على طوبه. بس ده بيشتت انتباه التعبان، وبيركز مع فنج وبيجري وراه، لكن بيقدر يهرب في الوقت المناسب. والتعبان ما بقاش عارف مكانه، وباقي الناس كانت مستخبيه ورا الشجر. والتعبان كان بيحوم حواليهم. بعدها بيقرب من واحد منهم من ريحته، والراجل كان خايف جدا لدرجه إنه عملها على نفسه. وبيبص جنبه بيلاقي التعبان باصص له بيحاول يتوسل ليه علشان ما ياكلوش. بس التعبان كان جعان جدا وكان لازم يحلي بعد الفطار. وباقي الناس بتتصدم لما بيلاقوا صاحبهم بيموت، لكن بيجروا. والتعبان بيطاردهم مرة ثانية، وبينطوا في البركة ويفضلوا حاطين والشهم في المياه. وبالحركة دي قدروا يخفوا درجه حراروا جسمهم عن الثعبان. والتعبان ما بقاش عارف يلاقيهم، وبقوا غير مرئيين بالنسبة له، فبيضطر يستسلم وبيمشي. وباقي الناس في بيت التعبان بيسمعوا هزات غريبة وبيعرفوا إن الثعبان جاي، فبيتظاهروا كلهم إنهم ميتين. والتعبان فعلا بيرجع وبينزل من بطنه ناس تانيه، لكن بيعرف إن واحد من أولاده مات، فبيخش في حاله غضب شديده وبيسيب المكان وبيمشي. والناس بعدها بيقوموا، بس بيلاقوا إنه الثعبان فاس، وفي تعبان ثاني بيظهر وبيتجه ناحية الناس. فكلهم بيخافوا وبيجروا وبيسيبوا بنت جونج لوحدها. لكن على غير المتوقع الثعبان ما أكلش بنت كونج، لأنها كانت بتحاول تتواصل معاه وبتحط إيديها عليه، وبتظهر نوعا ما علاقة أم بابنها. وباقي الناس كانوا بيحاولوا يهربوا من الحفر. وبعد ما بيطلع راجل الأعمال بيزق واحد فيهم برجله، والتعبان بياخد باله وبيهاجم الشاب اللي وقع ولف جسمه حواليه وقتله. ورجل الأعمال قدر يطلع، لكن بيكرر ما ينقذش أي حد وسابهم وخلعوا. باقي الناس كانوا خايفين لأن مفيش أي وسيلة للهروب. ومن ناحية تانية باقي الناس
لقيوا مكان في الغابة وبيكتشفوا المكان وبيشوفوا هيكل عظمي وبيقعدوا يدوروا في الكتب عشان يفهموا إيه اللي بيحصل في المكان ده بالظبط، وبيعرفوا إن كان في ناس قبلهم بيعملوا تجارب كيميائية على الحيوانات، وبالتالي اتحولوا لكائنات عملاقة ومتوحشة. ولحسن الحظ ماو قدر يلاقي جهاز اتصال جوه البيت، وقدر يصنع بطاريات من المواد الكيميائية اللي موجوده علشان يشغل الجهاز، وبدأ يبعت رسائل للمحيط على أمل البحرية ينقذوهم. ورجل أعمال بيخش عليهم فجأة وبيسألوه فين باقي الناس اللي كانوا معاه، وبيكذب وبيقول لهم إن كلهم ماتوا. وجونج بيحس باليأس لأن بنته ماتت وبيطلع من البيت، لكن ماو بيوقفه وبيقع على الأرض وبيفضل يزعق. وبعدها كلهم بيسمعوا صوت طياره وبيحسوا إن ده أملهم الوحيد في الهروب، ما عدا جونج اللي ما كانش عايز يهرب، لأن وصلت له أشاره على الجهاز اللي مع بنته وكلهم بيجروا ناحية الطيارة بأقصى سرعة. لكن اللي في الطيارة ما كانوش شايفينهم، وجونج بيقول لهم إن بنته لسه عايشة لأن جاله أشاره على الجهاز. بس راجل الأعمال بيصر إن كل الناس ماتت، والناس مش بتصدقه وبيفتكروا إن جونجي تجنن، لكن بيصدقوه لما بيسمعوا صوت بنته على الجهاز. وبيدرك رجل الأعمال إنه اتكشف وبيطلع يجري زي الجبان، والراجل العجوز بيجري وراه، وجونج وباقي الناس بيجروا عشان يدوروا على أصحابهم. وراجل الأعمال وصل في حدته فضيه عن الغابة والطيارة قدرت تشوفه، لكن التعبان بيهاجم الطيارة وبياكلها. ورجل الأعمال بيتصدم من اللي حصل، وقبل ما يحاول يرجع الراجل العجوز بيهجم عليه وبيكون عايز يعرف فين باقي الناس اللي كانوا معاه. لكن راجل الأعمال مسك طوبة وضربه على دماغه وفضل يخنقه من رقبته لحد ما قتله. وجوه بيت التعابين في تعابين كتير وبدأت تحوم حوالين الناس، بس في واحد من التعابين بيدافع عنهم لأنه مفكر إن بنت يونج تبقى مامته. وفي نفس الوقت بيظهر جونق للمكان وبيزعق للناس عشان شاف بنته، وبيرمي غصن شجره في المكان عشان ينقذهم. والتعابين بتقرب من البنات بس بيحاولوا ينقذهم بكل قوته، لكن في حاجة مرعبة وغريبة جدا حصلت، وهي إن التعبان العملاق بيظهر وبيشوف جونج، وقبل ما ينط عليه عشان ياكله بيظهر ماو في الوقت المناسب وبيضرب الثعبان، والتعبان بيتالم من الأصابة. ويونج بيستغل الموقف وبيسحب بنته ويجيان، وماو يتفادى الهجمات بتاعه التعبان. وبعد ما تعافى كان على وشك إنه يقتل ماو، لكن فنج بيظهر وبيرمي سلاحه على عين التعبان التاني، ومو بيقطع شجره وبيعمل فخ للتعبان وبيوقع جزع ضخم من الشجره على التعبان. والتعبان بيقع على الأرض بيفضل يتقلب، وبعد ما أنقذ البنات بيفشل ينقذ القبطان، والتعابين بتاكله وجيان بتحضن صاحبها بانج. بس الأحضان دي مش بتطول لأن الثعبان بيكون لسه عايش وكل الناس بتضطر تجري. وراجل الأعمال كمان بيكون لسه عايش لكن هو ماشي بيتشنكل وبيقع مرة ثانية في الحفرة، والثعابين الصغيرة بتلموا عليه وبيخلصوا عليه، وكل الناس بيتلموا في مكان مفتوح ما فيهوش شجر. وماو قال ده الوقت المناسب عشان نحارب التعبان ده، ومش هنفضل نجري كده على الفاضي. وقرر يفضل مع فنج عشان يشتتوا انتباه التعبان وباقي الفريق يقدر يهرب. والتعبان بيظهر وبيقرب منهم، ومو كان بيجري عليه بكل شجاعه وما كانش خايف إنه يموت، وبيشرح جسم الثعبان بالفاس، لكن ده ما كانش ليه أي تأثير على التعبان، وضرب ناو بجسمه وطياره بعيد. وقبل ما ياكله فنج بيظهر وبينقذه، والاتنين بيجروا لجوه الغابة بيتوجهوا ناحية السائل الأسود القابل للاشتعال، وبيجري وراهم التعبان وبيستخبوا خلف الشجر. ولما بيقرب التعبان وبيعرف مكان فنج ماو بيخوفه، وبيعرفوا إنه واقع في فخ، والتعبان بيهرب خوفا من السائل الأسود. وماو هو بيحط عصاية في السائل الأسود وبيطارد الثعبان. وجونج بيشوف إنه لازم يساعدهم فبيقول لبنته إنها لازم تهرب معاه جيان. وبمجرد ما بيمشي بيلاقي أصحابه بيشوروا له وبيقولوا له إن لازم يهرب بسرعة، وبيدرك إنه ارتكب خطأ. وأول ما بيلف بيلاقي التعبان ورا بنته وفي هجوم واحد بس بلع بنته، وبيتعصب وبيقرر إنه هيقتل التعبان وبيحاول يعوره بالعصاية اللي معاه، لكن الثعبان بيضربه بديله ورماه بعيد. وبيظهر ماو مرة ثانية وهو ماسك شعله، والشعله دي بتجذب انتباه التعبان بسبب درجة الحرارة العالية، والتعبان بيبدأ يطارده في الغابة. وبيعدي ماو على السائل الأسود القابل للاشتعال وبيرمي ماو الشعلة على السائل، والمكان كله بيشتعل والتعبان بيتحرق وبيفضل يزحف من الألم لبرا الغابة. وبينتهوا أخيرا من التعبان وبيقع على الأرض وبيموت. وبيروح جنج ناحيه التعبان وبيقرب منه وبيفتح عشان يخرج بنته، ولما بيخرجها بتكون فقدة الوعي وبيحاولوا يفوقوها. وجونج كان هيفقد الأمل إنها تفوق، لكنها بترجع للحياة من تاني
وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس.